السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نتطرق لواحد القضية اللي أصبحت داخل منظومة مغاربة العالم. هذه القضية هذه هو أنه تكاثرت الجمعيات الاسترزاقية، الجمعيات التي تسترزق بالقضية الوطنية، بالتراث الوطني، بالدين كذلك، لأنه لا يعقل أنك جمعية تنشط داخل هولندا أو بلجيكا أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا ودير البلاغ ديال التنديد أو التضامن باللغة العربية، كأن هذا البلاغ موجه للمغاربة، مع العلم أنك نتايا تدير بلاغ تتحتج فيه على استقبال وفد من جبهة البوليزاريو. إذا خصك توجه البلاغ باللغة ديال بلد الإقامة للرأي العام في ديك بلد الإقامة، ماشي دير ليا البلاغ بالعربية وتنشرو. من استفاد؟ وفي الأخر تقول أنك تتشتغل في الدبلوماسية الموازية أو تدير حلقات ديال الحوار في التيك توك، في اليوتيوب، في المواقع ديال التواصل الاجتماعي، ودك الموضوع موجه للرأي العام في ديك بلد الإقامة، وأنت تتحاور باللغة العربية. واش تظن بأن اللغة العربية لغة رسمية في ديك الدول اللي انت متواجد فيها؟ خلينا على الدول العربية ودول الخليج، تنهضرك أنا على الدول التي لا تستعمل اللغة العربية. فحتى الدولة ديالنا عاجبها هاد الاسترزاق وتتشجع هاد الاسترزاق من خلال دعم هاد الجمعيات ديال الاسترزاق اللي تيكذبوا لا على الرأي العام الوطني ولا على الرأي العام ديال دولة الإقامة. لأن تمشي تقدر تضرب دورة حدا المحطة المركزية ديال الترين وتهز واحد جوج ديال الزعار ولا ثلاثة وتقول هادو رجال الأعمال ولا هادو صناع القرار ولا هادو من النخبة السياسية، وتمر مر الكرام باش تتبين أنك تتشتغل. لهذا فخص واحد النوع ديال المراقبة على هاد الجمعيات الاسترزاقية بالقضايا الوطنية، بالدين، بالتراث، باش نساليو ونوضعوا حد لهاد التفاهات ولهاد الخزعبلات. فإلى متى غادي نستمروا في هاد الوضع اللي مؤسف أننا نتحدثوا عليه؟ مؤسف جدا. تلقى بلاغ باللغة العربية يحتج مثلا في اسبانيا على استقبال البلدية شي عناصر ديال بوليزاريو، أو في إيطاليا أو في فرنسا، أو المظاهرات والوقفات ديال التنديد، لكن تتصبح وقفات ديال
موجهة لدك الناس اللي حاضرين الوقفة، حتى لا داز المواطن ديال ديك الدولة هذيك ما عارفش ما هو الموضوع والهدف ديال ديك الوقفة. فالترافع له شروطه وله مساطره، وماشي غير اللي جا يصبح أنه يشتغل في الدبلوماسية الموازية، فأنكم تسيئون إلى القضية الوطنية، إلى التراث، إلى الحضارة المغربية بهاد التفاهات وبهاد ما نقولش المرتزقة، الاسترزاق. فهذا اسمه استرزاق، وخصنا أن نوقفوا هاد الاسترزاق هدايا، لأنه ما يمكنش غادي نستمروا في هاد الطريقة ديال بين قوسين ديال الدفاع عن الوحدة الترابية أو الدفاع عن التراث المغربي والحضارة المغربية. كفى من الاسترزاق، وكفى من تمييع العمل الجمعوي. وعلى الدولة، ولما أقول الدولة فالخارجية والسفارات والقنصليات وكل مؤسسة أن ترفع يدها عن توجيه هؤلاء الاسترزاقيين